بظل انتشار المنصات الرقمية بتعتقد إنه صناعة السينما والتلفزيون بالعالم العربي رح تتغير خلال السنوات القادمة؟ أكيد، أكيد رح تتغيّر لإنه هلأ يعني جيل الشباب عم بيحضر أغلبه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى شاهد، فأغلبه عم بيحضر ما عاد حضر تلفزيون، فباتوقع أكيد يعني حيشتغلوا على موضوع إنه شي يلفت الشباب أكتر. على الأغلب إيه، على الأغلب لإنه على السوشيال ميديا دارجة كل شي، يعني عم تخف كتير يعني المشاهدة على التلفزيون كلّها صايرة عبر الوسائل الاجتماعية والتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وآخدة حجم كبير، آخدة يعني ضخامة، يعني كل واحد قاعد مثلًا وين ما لو قاعد بيفتح وبيتابع وبيشوف، يعني ما عاد عنده هاجس إنه يوصل على البيت يفتح شاشة تلفزيون أو يفتح ديجيتال يتفرّج، على الموبايل عم يتابع المنصة وعم يشوف كل شي. أكيد كونه هلأ الموبايل متواجد مع الشخص على طول، بقى هو مصدر تسلية له أكتر من التلفزيون، بحكم إنه الكهربا عم تنقطع أو الإنسان مو ببيئته على طول، يعني مو بالبيت على طول، الموبايل على طول بتلاقيه بإيده. بقى لهيك عم بتشجّع إنه يحضر هالمنصات وهالصفحات تبعة الويكيبيديا أكتر من التلفزيون. وخاصةً هلأ اليوم الموبايل هو يعني هو أسرع وسيلة أكتر من إنه شاشة ولا تلفزيون، تجاوزنا هي القصة فصار التلفزيون بإيد صغيرة، فهي أسرع وسيلة للإعلان للمسلسلات وللدراما ولأي شيء هي التواصل الاجتماعي، أكتر من إنه تلفزيون أو شاشة أو حسب التكنولوجيا اليوم رح تتغير. يعني زمان كان قديم انه يروح على السينمات، بعدين اجى تحديث التلفزيون، صارت العالم تشوف تلفزيون، قاموا التلفزيون صارت العالم تتفرج على الشاشات. هلا اليوم بالعصر هذا بما انه اجى الموبايل والموبايل الحديث مثل السامسونج او اللي اليوم كل العالم عم تتفرج على المنصات هي. التلفزيون يعني يمكن ينقرض. هلا اكيد رح تتغير لانه اليوم نحن بوقت السرعه، وقت ما في كهرباء، الانترنت متوفر صار وين ما كان، فاكيد هلا انا واحد من الناس اللي اذا بتابع اي شيء ما رح استنى ينعرض على التلفزيون او استنى او حتى انه ينقطع بالدعايات او كذا، فانا فيني باي وقت بحضر الماده اللي بدي اياها وين ما كنت كون باي وقت على المنصات الجديده. والسينما هلا اكيد هلا سنتين كم سنه تانيات اكيد نحن ما عم نتوقع يكون في تلفزيون او سينما، خلص سوشيال ميديا، انترنت، موبايل، تاب اللي هو موجوده معك وين ما كان، انت صار فيك تحضري وين ما كان باي مكان بالعالم تحضري اللي انت حابه تحضريه، مو مثل التلفزيون انت مفروض عليك تتفرجي بهذا الشيء او محكومه انت بهذا الشيء او مضطره تستني الوقت الفلاني لتحضري شيء انت بدك اياه. فلا اكيد رح تتغير كثير شغلات، يعني حتى مو بس الدراما ومو بس السينما، الدنيا كلها عم تتغير وكله على السوشيال ميديا.